السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو حل الكويز الثامن. طبعا الكويز الثامن احنا استعملنا فيه حوالي 3 أو 4 انواع من انواع الاسئلة، هم كلهم على بعض 5 اسئلة اساسا، ولكن كانوا اول سؤالين سيلكت، وحطينا اسئلة MCQ، منهم سؤال كده مش سالك، واخر سؤال كان دبل ترو اند فولس. تعالوا نسمي الله ونحل الكويز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكويز 5 دقايق لان هو 5 اسئله، وانا قلت ان انا يعني هحاول ان انا انقص الوقت على قد ما اقدر عشان احاول ازنقكم يعني في الوقت. طيب، اول سؤالين معانا او اول سيكشن من الكويز اسئله السلكت. تمام، السلكت يعني ايه؟ يعني انا عندي اكتر من اجابه صح ومطلوب مني ان انا اجاوب كل الاجابات الصح اللي موجوده. طيب، هنا بيقول لي a vertical plane perpendicular to the ground that runs through the body from side to side and divides the body into front, anterior and posterior. مين اللي كان متعامد على الجراوند وبيقسم الجسم من السايد للسايد؟ هتقول لي الفرونتال بلين، هقول لك حلو، بس كان ليه اسم تاني، كان ايه؟ هتقول لي الكرونال بلين. صح، يبقى فرونتال وكرونال بلين لان هما الاثنين ليهم ايه؟ نفس الاسم. طيب، هوريزونتال بلين، اول ما تشوف هوريزونتال بلين على طول هنختار الترانسفيرز والهوريزونتال بلين، يعني ما فيهاش اي، يعني ما فيهاش كلام، مفيش اي هوريزونتال بلين في الدنيا دي كلها غيره. تمام، بس برضو يعني كان الاحتياط واجب. لو السؤال مش سيلكت، لو السؤال MCQ، حلو، فتقرا السؤال للاخر. تمام، ليه؟ لانه مثلا ممكن يجيب لك سؤال MCQ في ترانسفيرس بلين او في هوريزونتال بلين، تمام مظبوط، بس في الاخر مكتوب نان اوف ابوف، وهتلاقيه كاتب لك هنا هوريزونتال بلين بربنديكولار تو ذا جراوند، مفيش اي هوريزونتال بلين بربنديكولار للجراوند، فهتبقى الاجابه نان اوف ذا ابوف. تمام، فخد بالك انك لازم تقرا يعني السؤال كامل. تمام، ما تقراش اول كلمه كده زي ما انا عملت في الاول وجاوبت. تمام، بالذات لو السؤال MCQ، لان يعني بتتعمل، هو بيحط لك اول حاجه انت عارفها فتقول يا عم ما فيش غيرها. تمام، بس بتلاقي هنا في الاخر كده في السؤال MCQ ان انا في ذا ابوف، دي بتودي في داهيه على طول. تمام، انا مش فاهم انتوا فاهميني ولا لا يعني، بس ان شاء الله تكونوا فاهمين قصدي يعني. طيب، ننتقل على السكشن الثاني وهو اسئله MCQ. اول معانا سؤال هو هنا السؤال اللي مش سالك، بيقول لك all the following about sagittal plane are true except، يعني انا عايزك هنا تختار الاجابه الغلط. انا بقول لك ان كل الاجابات دي صح ما عدا واحده، فانت اللي مطلوب منك في السؤال ده ان انت اصلا تختار الاجابه الغلط. فهل الساجيتال بلين بربنديكولار على الجراوند؟ هتقول لي صح. هل هو بيقسم البادي لرايت وليفت؟ هتقول لي مظبوط. هل هو هوريزونتال بلين؟ لا غلط، هتبقى دي الاجابه الصح، يعني الاجابه الصح هي الاجابه الغلط. تمام، يعني هو عامه الدكاتره بيعشقوا نوع الاسئله ده. تمام، وفي صيغه تانية ليه بس انا مش فاكرها دلوقتي، بس بتلخبط اكتر من دي. تمام، يعني دي سهله شويه باينه، وكمان في دكتور بيبقى يعني محترم شويه بيقوم حاطط لك بولد على كلمه اكسبت عشان تاخد بالك منها. تمام، في دكاتره تانية بيستعملوا طريقه تانية، يعني هي من كتر ما هي مش سالكه انا مش فاكرها. تمام، ولكن يعني دايما بنتلخبط في الحته دي. طيب، بيقول لك هنا body erect, head, eyes, toes direct forward, upper limb at the side with palm directed forward. ده تعريف ايه؟ هل هو الهوريزونتال بلين ولا تعريف الهيستولوجي ولا تعريف الاناتوميكال بوزيشن ولا none of above؟ طبعا ده تعريف الاناتوميكال بوزيشن. اخر سؤال معانا وهو سؤال الدبل ترو اند فولس. يعني ايه اسئله دبل ترو اند فولس؟ يعني انا هجيب لك جملتين، يا اما تطلع الجمله الاولى هي اللي صح، يا اما تطلع الجمله الثانيه هي اللي صح، يا اما الجملتين صح يا اما الجملتين غلط. تمام، ودي برضو في يعني بعض الدكاتره يعني قليلين اللي بيجيبوا انواع الاسئله دي، بس يعني لما بتتجاب الصراحه بتبقى وحشه قوي. تمام، فبيقول لك هنا مثلا stratified means composed of multiple layers of cells. هتقول لي صح، اقول لك حلو، ادي اول ستيتمنت معانا صحيحه. dense tissue is tissue that contain large amount of ground substance, fiber and cells if present are loosely arranged. طبعا ده غلط لان ده تعريف اللوز تيشو. تمام، فهيبقى هنا first statement only is true. وبعدين هنا عندنا الريت، وطبعا هنا بيقول لك ايه انه خلاص فاضل دقيقه والكويز يخلص. تمام، وهنا لو عندك اي سؤال او استفسار او مشكله تقدر تكتبها لي هنا، لو ما عندكش ما تكتبش اي حاجه خالص عادي، هتدوس سبميت
دوس على فيو ريزلت عشان تشوف نتيجتك، و10 من 10. وده الوقت اللي انت حليت فيه يعني. بس كده نكون خلصنا. بالتوفيق ليكم يا دكاترة، ولو عندكم أي سؤال أو استفسار ما تترددوش في التواصل معنا. السلام عليكم.